يخليك. مبروك للمغرب، مبروك لشعب المغرب، مبروك لكل واحد بيحب كرة القدم في المغرب، مبروك لفوزي لجع رئيس الاتحاد المغربي، طبعا جلالة الملك محمد السادس. يعني صراحة كرة القدم بتفرح الشعوب وبتبسط الشعوب، والمغرب عاشقة لكرة القدم. النهارده يا جماعة احنا بنتكلم على منتخب قد يكون ثالث رابع، لكن القصة مش بأسامي المنتخب، القصة بالعطاء. فالنهارده اللي بيحصل في المغرب ده يا جماعة مش من فراغ أبو نواف. صحيح. احنا بنتكلم على بنبتدي برابع العالم، رابع العالم بتكسب اسبانيا وبتكسب البرتغال. السلام عليكم خوتي العزاز ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا ويل بي نيوز. في هذا الفيديو غادي تشوفوا اول تعليق للاعلامي المصري خالد الغندور على تتويج المنتخب المغربي بكاس العرب 2005 قطر 2025. وغادي تشوفوا اخوتي هذاك الاعلامي السعودي اللي كان قال لكم بان المنتخب المغربي ما تيلعبش كره، منتخب ما غاديش يتوج باللقب، ما يوصلش حتى للنهائي قال لنا. ولكن الحمد لله ربي يعني خيب الظن ديالو واستطاع المنتخب المغربي انه يفوز، يوصل للنهائي ويفوز على المنتخب الاردني بثلاثه الاهداف لجوج من بعد مباراه ماراثونيه. غنخليكم دابا تشوفوا الفيديو، عطيونا الراي ديالكم في التعاليق، ما تنساوش لايك، بغينا الفيديو يوصل اكبر عدد من الجمهور المغربي. نتلاقاو في الاخر الفيديو كيف العاده. حلوة اللقطة والفرحة في النهاية، يعني تسوي كل شيء. هارد لك للمنتخب الأردني. الأردن قدم مباراة كبيرة، وإذا نتكلم عن التطور اللي تشهد الكرة الأردنية في أقل من سنتين الأردن وصلوا نهائي كأس آسيا في فبراير 2024، تأهلوا لكأس العالم في يونيو الماضي 2025. اليوم وصلوا ولعبوا المباراة النهائية في كأس العرب 2025 وهم وصيف البطل. إذن الكرة الأردنية اللي قاعد يستوي فيها هذا ليس شيء بالصدفة، هناك جيل، هناك عمل، هناك مشروع كبير مدعوم، لذلك نشاهد الكرة الأردنية في تطور كبير. وبالطبع اليوم خالد خلنا نبدأ بالحديث عن البطل، عن المغرب، واليوم نتحدث عن كأس العرب، بس لازم نعطي الكرة المغربية حقها. اللي قاعد يستوي في المغرب شيء كبير في كرة القدم. يعني اولا بس عايز ابتدي صديقي العزيز والكابتن الكبير كابتن احمد خليل، كل سنه وقطر طيبه وعيد وطني طيب عليك طيب وعلى الشعب القطري وعلى طبعا سمو الشيخ طبعا تميم، وبتمنى لكم كل خير. صديقي العزيز كمان الشيخ حمد بن خليفه وزير الرياضه، الشخص المحترم الجميل. الله يخليك. مبروك للمغرب، مبروك لشعب المغرب، مبروك لكل واحد بيحب كرة القدم في المغرب، مبروك لفوزي لجع رئيس الاتحاد المغربي، طبعا جلالة الملك محمد السادس. يعني صراحة كرة القدم بتفرح الشعوب وبتبسط الشعوب، والمغرب عاشقة لكرة القدم. النهارده يا جماعة احنا بنتكلم على منتخب قد يكون ثالث رابع، لكن القصة مش بأسامي المنتخب، القصة بالعطاء. فالنهارده اللي بيحصل في المغرب ده يا جماعه مش من فراغ ابو نواف. صحيح. احنا بنتكلم على بنبتدي برابع العالم، رابع العالم تكسب اسبانيا وبتكسب البرتغال وتبقى رابع العالم. دي حاجه تاريخيه، احنا عمرنا كعرب ما حلمنا ولا تخيلنا في يوم من الايام ان فريق عربي يكون رابع العالم. النهارده اما نكون ابطال العالم تحت 20 سنه، يعني افضل، احنا بنتكلم الجيل اللي طالع اللي هو 19 سنه. فانت ما تتخيل كل العالم ده باسبانيا بالبرتغال بالمانيا بايطاليا بكل الناس دي، تلاقي بطل العالم مغربي. النهارده تحت 17 سنه بيوصلوا لدور الثمانيه. النهارده هم ابطال افريقيا المحليين، هم ثالث اولمبياد باريس والميداليه البرونزيه. النهارده حتى على مستوى الانديه نهضه بركان السنه دي هو بطل الكونفدراليه في كاس الامم الافريقيه، بطل افريقيا لكره الصالات، بطل افريقيا للمحليين، بطل العرب. ويا جماعه هو مفيش حاجه بتيجي بالصدفه،
ده مش صدفه، ده تخطيط وعمل وحب للفانيلا وحب للوطن وعطاء منقطع النظير. لازم اقول كمان، وانا كنت في قطر في كاس العالم، لا المنتخب المغربي غير. المنتخب المغربي بيعشق بلده، المنتخب المغربي متواجد. وانا بتفرج على ماتشات المغرب في كأس العالم كأن المغرب بتلعب على أرضها. 40,000 مغربي في الملعب بيملى الاستاد كله. الفرق كأنها بتلعب خارج أرضها قدام المغرب. فكل التحية والتقدير للشعب المغربي. مش عارف أقول إيه أكتر من كده، لكن يستحق الإشادة والاحترام. عادل، كيف شفت اليوم الفوز المغرب ببطولة كأس العرب من خلال نهائي؟ يمكن احنا نشوف البطولات القارية آسيا وأفريقيا، يعني احنا نتكلم عن الدول المشاركة. اليوم شفنا نسخة لا أفضل من البطولات هذه، نسخة في المستوى، في التنظيم، في الحضور الجماهيري، فنيا المستوى عالي جدا. صحيح ابو نواف، بكل امانه تنظيم مميز جدا، ومباريات على مستوى عالي، من حضور جماهيري، من ملاعب، من مستويات فنيه. احنا دائما ابو نواف اوقات انت تشوف مثلا مستوى فني بس ما في ملاعب مميزه او ما في تنظيم. احنا في دوله قطر بكل امانه، وهذه ليست مجامله، هذا كلمه حق، احنا شفنا عمل كامل وكامل وجه رب العالمين. المنظومه مكتمله. لهذا السبب لما تشوف كره قدم تشوف كره قدم حقيقيه، من ملعب، من فرق مميزه، بغض النظر عن يعني خلينا نقول 3 و4 فرق ما شاركوا بالصف الاول، ولكن ولا يمكن لما تطالع مباراه ما تشعر ان هذا فريق صف ثاني او ثالث، تشعر ان في حرب، في كره قدم حقيقيه، تشعر جماهير. يعني اليوم الحضور تعدى 86,000. ما قالوا جمهور المغرب هذا مو فريقنا الاساسي، يمكن الاردن اقوى، ما قال جمهور اردني والله يزن ما يلعب وموسى ما يلعب. الاردن يلعب، شعار البلد، المغرب يلعب، شعار البلد. اليوم شفنا بعد فوز المغرب يعني اعلى سلطه الملك محمد السادس يبعث برقيه، واعلى سلطه في دوله الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد الله يطول بعمره يبعث برقيه تهنئه. هذا دليل على اهميه البطوله. كاس العرب شئت ام ابيت ابو نواف هي بطوله مميزه افضل. بكل امانه انا ايد كلامك ابو نواف، ليست مجامله لك، ايد كلامك. اللي شفناه في كاس اسيا اللي طاف، اللي شفناه في كاس الخليج، اللي شفناه في كاس افريقيا، اللي شفناه في كاس العرب بالذات، هذه النسخه مختلف، شيء مختلف صح. ولهذا السبب اذا بنتكلم حتى فنيا ابو نواف، المغرب والاردن الكاس يذهب الى احد الفريقين. لو فايز الاردن اليوم بنقول عادله، فوز المغرب اليوم بنقول عادل. صح. ليش ابو نواف؟ لان الفريقين هم من يستحقوا الوصول للنهائي. صح. احنا كنا متوقعين المغرب، انا متوقع من قبل البطوله المغرب، اثناء البطوله جاني شعور اقول لا، الاردن قاعد يقدم مستويات كبيره. بعد فوز المغرب ووصول النهائي صار حتى عندي شعور انه لا، المغرب عنده الخبره الكافيه، المغرب عنده لاعبين محترفين، الاردن يمكن تو لاعبين احترفوا في الدوري العراقي، محترفين في دوريات افضل. لهذا السبب ما اقدر اقول لك ان شعوري اليوم بعد فوز المغرب اقول فوز مستحق، لا. الاردن بكل امانه قدم مستوى كبير بالمباراه، قدم مستوى كبير. يعني الاردن في خلينا نقول اليوم بنواف للدقيقه 88 هو فايز، تعادل المغرب. دقيقه 99 ابو هاشم شفت كرة علي علوان وهو معرض، ولاعب كبير ومعرض انه يضيع الاهداف. لكن يا ابو نواف على ما قال كابتن خالد، هي المساله مو مساله ان المغرب فاز اليوم حقق بطوله. المغرب لو تروح نواف على خلينا نقول على جميع العقود، ما تلقى فريق او اتحاد خلال 3 سنوات مسيطر على كرة القدم. ناشئين، شباب، اولمبي، فريق اول، وحتى الصالات خلال 3 سنوات. والمدربين حتى المدربين شوف يعني هذا هو النجاح. اليوم فريقين مدربينهم مغاربه. صحيح. اليوم حتى ببرقيه جلاله الملك اتكلم عن الاجهزه الفنيه. لهذا السبب نواف تطور الاجهزه يعني هذا الموضوع مش صدفه. لهذا السبب نواف ليش قاعد اقول لك هذا الامر؟ خلال 3 سنوات تدري انت تشوف لما تروح حتى دول برازيل، الارجنتين، المانيا، ايطاليا، فترات سيطروا، لكن مو خلال 3 سنوات، خلال 10 سنوات. 3 سنوات ناشئين وشباب واول واولمبي وصالات واجهزه فنيه. هذا ما يجي بالحظ، هذا يجي بالعمل. وقالها كابتن طارق، كابتن المحترم. شوف المؤتمرات الصحفيه شلون يتكلم، مدرب عاقل محترم. حتى بعد ما فاز اشر للسماء، شكر رب العالمين. وين ذهب بعد المباراه؟ يمكن في لقطه ما انتبه لها. بعد المباراه مباشره ذهب الى جمال السلامي. يعني صح. تخيل مدرب ما احتفل مع لاعبينه، راح
وسلم على هذا المدرب. هذه العقليه الاحترافيه، عقليه التواضع، العمل. صدقني ابو نواف لازم تعمل. المغرب قاعد يعمل، احنا اتحاداتنا انا اوجه لهم رساله، يا اخي لا تروحون للمغرب. خلينا نقول المغرب ليفل عالي، يا اخي شوف الاتحاد الاردني قاعد يعمل من غير ملاعب، من غير احتراف. يعني انا ابو نواف قلت لك بالسابق اقولها لك، لعبنا ضد فرق اردنيه في اسيا والبطوله العربيه، لا يوجد عندهم احتراف، لا يوجد عندهم ملاعب. لما كنا نروح كنادي الكويت ما القى ملعب اتمرن فيه، يدري ابو هاشم ما في ملاعب، لكن شوف العطاء، شوف الروح، شوف المرجله، شوف الدرس، وايضا الاهتمام. واضح اهتمام من ولي العهد، متواجد مع اللاعبين، متواجد مع الاجهزه الفنيه، كان يدش تمارين معاهم. هذا الاهتمام مو بالساهل، وانا ابارك للمغرب وابارك للاردن. صحيح. صراحه بكل امانه يستحقون هذا النهائي المميز، ونقول مبروك لقطر التنظيم الغير مستغرب عليهم. أحمد خليل، المغرب واللي حقق المغرب في هذه البطولة والأجواء اللي صاحبت المباراة النهائية. اسمح لي اخوي ابو نواف، بدايه من ارض الامارات الحبيبه اللي تجمع دائما الناس على خير، وارض المحبه وارض الكرم. احب اقدم اجمل التهاني والتبريكات الى سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، والى نائب الامير الشيخ عبد الله بن حمد، والى الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه بمناسبه اليوم الوطني لقطر. والجميل اليوم في اليوم الوطني شاهدنا عرس عربي جميل، استانسنا فيه وانبسطنا فيه، وشفنا الكل مستانس والكل مبسوط. بداية نقول مبروك للمغرب، وهارد لك للمنتخب الأردني اللي أنا عشقت هذا المنتخب بإخلاصه لشعار وطنه. يعني نقول للكرة الآسيوية حطوا بالكم المرة الجاية رقم صعب المنتخب الأردني. هذا الأردن نجي للمنتخب المغربي. علمنا المنتخب المغربي بمعنى الكلمة أن هناك منتخب لديه فريق أول، فريق ثاني، فريق ثالث، يستطيع أن يقارع المنتخبات أينما كان. شكل ما ذكر كابتن خالد وذكر بالأرقام على المستوى والصعيد الناشئين والشباب، وحصول على كأس العالم، ومشاركة في كأس العالم للناشئين، وحصول على مستوى كأس العالم للشباب، وكذلك حتى في الأرقام للسيدات مستويات رائعة. هناك عمل دؤوب للمنتخب الأردني، هناك إدارات واعية كيف تعمل وتطور المنتخبات إلى الأمام. اللي سعدت فيه للأمانة أخوي ابو نواف، يعني احنا جلسنا بداية أول استديو وأنا قلت لك لحد الشباب رشحت المنتخب المغربي، يعني دلالات تقدم أن هذا المنتخب راح يقدم شيء، وفعلا هو ثابت في مستواه وعطائه. الجميل كذلك السكتيوي المدرب اللي أنا حبيته للأمانة، ما يطلع في لقاء اللي يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذا العطاء اللي يقدمه. وكذلك لقاءات اللاعبين لما بعد الفوز يتكلمون بحب واخلاص لهذا المدرب. وهو نفس الشيء، إذا في هو توافق. بعد وايد يتكلم عن اللاعبين ويشكر اللاعبين، يبين انه يعني انا اسف اني قاطعتك، بس تعقيبا على كلامك يعطيك مدلول ان العلاقه وايد قويه، مترابطين بشكل كبير. زين، نسال السؤال، ايش معنى السلامي نفس الطريقه مع المنتخب الاردني؟ وليش المنتخبين طلعوا بهذا المستوى؟ ليش طلع عند اللاعبين الروح والاصرار وهذا العطاء؟ جينات مدربين مغاربه، في ظل احنا نقول مدربيننا جايبينهم من برا، صح، واسماء كبيره ويبنى لاعبين، لكن ما طلعوا من هذا المستوى. صح. ليش ما نعطي الحقوق للمدرب الوطني اللي قاعد يعطي؟ هناك مدربين على مستوى كبير، لاعبين اعطوا للكره واكاديميين، بس ايش تعطيهم فرصه، الادوات كيف يهيئها ويصنعها. ما عندهم واحد مثل رياض. ها؟ ما عندهم واحد مثل رياض. يعني رياض ممكن يكون لا يعني ما عندهم واحد مثل رياض، المدربين يشتغلون في بيئه صح. انا اخدت بالي من حاجه بس، يعني كل المدربين يا جماعه وطنيين. يعني مدرب منتخب 17 سنه مغربي، مدرب تحت 20 سنه مغربي، مدرب الاولمبياد باريس طارق سريو مغربي، خالد افريقيا مغربي، خالد الاول وليد الركراكي مغربي. خالد يعني ده في سيستم. حتى اليوم جلاله الملك في البرقيه اللي بعدها جلاله ملك المغرب اليوم تكلم بشكل واضح عن الاجهزه الفنيه المغربيه. صحيح. يعني الموضوع في مشروع واضح اكاديميه ان انا ابعد عن الاجانب، مش بس لعيبه.
اكاديميه محمد السادس مش ناس لعيبه، اكاديميه محمد السادس حتى مدربين استثمار في يشتغلون على الكوادر التدريبيه. صح. شوف بالنسبه لطارق السكتوي، يعني بتكلم عن طارق السكتوي، طارق السكتوي استلم منتخب المغرب الاولمبي قبل 10 ايام من الاولمبياد، وخذ معاهم البرونزيه. استلم منتخب المغرب قبل الشان ب 10 ايام، هاي البطوله الافريقيه للمحليين، خذ معاهم البطوله. الحين المنتخب هذا استلم في شهر 9 ومختلف تماما عن المنتخب اللي كان في بطوله افريقيا المحليين. يمكن نص اللعيبه، يعني اهم لاعب في الفريق كان في بطوله افريقيا المحليين كان اسمه اسامه مليوي، هو اللي كان هداف البطوله. مش موجود. منتخب ثاني، يعني طارق السكتيوي كانك تعطيه، اعطى اي 20 لاعب ممكن يشكل منهم منتخب. وعلى فكره المنتخب هذا كانهم يلعبون من 10 سنين مع بعض كاسماء كعناصر. بس اليوم بو نواف نحن ما شفنا بطل واحد، نحن شفنا اليوم 3 ابطال. صح. بطل فاز بالكاس كان الافضل، بطل فاز بكاس احترام الجميع المنتخب الاردني، هارد لك حاتم، منتخبكم قوي ونحن اليوم اطمنا عليه انه بيمثلنا خير تمثيل في كاس العالم. والبطل الثالث قطر، بطل فاز بكاس الفضل، كاس الفضل على البطوله، في كاس الفضل على التنظيم، يعني اكتفى انه ينظم وطلع من الدور الاول وخلى المسرح للعرب كلهم انهم يحتفلون في قطر ويلعبون في قطر. اليوم لو شفت انفانتينو رئيس الفيفا اعتقد انه كان اسعد واحد، لانه هو اللي امن بالفكره القطريه وامن بالمبادره وتبنى عمليه رعايه الفيفا للبطوله. واليوم قدم له، يعني قطر قدمت له قالت تفضل شوف ثمره اللي انتم اشتغلتوا عليه، هذا النهائي انا اشوفه ترى وايد قريب من نهائي كاس العالم اللي كان في قطر بعد. صحيح. قطر قدمت افضل نهائي كاس عالم، مستوى عالمي. واليوم تقريبا بس نهائي تاريخي. بس اللي خربوها عبد الرزاق حمد الله وعلي علوان، كان ممكن يسجلون هاتريك ترى في المباراه، لكن واحد ضيع انفراد وواحد ضيع في بس على نواف ممكن ما كملت. تبى تسال؟ شوف لا اذا بتسال لا تسال. بتكلم مو بسال. ابو نواف انا من فتره قريت مقاله لصحفي فرنسي يتكلم عن الكره المغربيه وعن انجازات الكره المغربيه، قال اذا كان في منتخب ممكن يفوز كاس العالم خلال ال10 سنين القادمه بيكون المغرب. على العمل اللي يقومون فيه على مستوى المراحل، على مستوى كره القدم، على مستوى الاهتمام اللي موجود في المغرب، نبارك لهم الفوز. فريق يستحق، يعني فريق ممتع يقدم لك كره قدم نظيفه تستمتع فيها في الملعب. مبروكين يستاهلون وهارد لك الاردن نقطة بس بالنسبه للاردن، نقطه اخيره بالنسبه للاردن. نعم. الاردن يذكروني بمنتخب الامارات. منتخب الامارات في فتره من الفترات كان في اقوى مراحله في التسعينات، لكن كان يوصل مرحله اخيره ويوقف. خذنا وصيف اسيا، وصيف الخليج، ما كتبنا انه نفوز بالبطوله. اتمنى ان المنتخب الاردني ما تكرر لهم عقده الامارات اللي صارت لنا. لا وخد بالك وتاني كمان المجموعه بتاعته وصل كاس عالم، ووصلنا كاس يعني عالم تاني صح. مجموعه برضه يعني هو وظيف اسيا وبعد كوريا نفس الشيء. احمد خليل. النقطة نجاح البطولة، كذلك لا ننسى نجاح الإعلام، من ضمنهم أبو ظبي الرياضية. البرنامج هذا يعني صراحة حطم الأرقام بمتابعين، بمشاركة، وصول الجماهير العربية إلى قلب الحدث في الملعب وما خارج الملعب طبعا في الدولة. فهذا يدل على إيش؟ نجاح الإعلام، نجاح أبو ظبي الرياضية، وهذه اللي قدمتوه شيء رائع. شوف اذا نتكلم عن النجاح الاعلامي احمد، نعم. احنا نشكر بالتاكيد اللجنه المنظمه لبطوله كاس العرب، وعلى راس الشيخ حمد بن خليفه وزير الرياضه ورئيس اللجنه المنظمه للبطوله. نشكرهم على دعمهم ونشكرهم على احترافيتهم في التعامل، مو بس معنا احنا، مع كل الجهات الاعلاميه. فلما يكون في احترافيه في العمل انت ما عندك مشكله. صحيح. خلاص الامور تكون كلها واضحه وميسره. بس ما يكون معانا يعقوب السعدي. لا يعقوب السعدي، لا يعقوب السعدي موضوع. لا لا، شوف هذه عشان ما نجامل حد. والله ما بجامل. اقسم بالله انا ما بجامل. خالد اليوم نجاح اي برنامج، نجاح اي فريق كره قدم او فريق اعلامي، نعم. مو بجهد شخص، اقول لك حاجه، جهد كل الاشخاص. انت طريق السكتيوي بتاع الاعلام. ما عليه. انا بس اتمنى اخلص فكرتي بعدين تدخلي. لا بس شوف، اسمح لي بس شوف اذا فكرت في مشكله خارج الاطار وكذا بخليه اخر شيء. خارج الاطار. اوكي خلي بس اول شيء ابارك. بيخلونك اخر شيء؟ خذ بيقول مصيبه. خليك اخر شيء. خلى يعني لا خليني اخلص أوكي. فكرتي. اوكي بس لا تقاطعوني. اول شيء ابارك للمغرب الصراحه، اول شيء ابارك نفسياً- لقطر نفسياً؟ نجاح التنظيم، نفسيا وابارك للمغرب
البطوله وابارك للاردن. حقيقه فريق او المنتخبين قدموا نهائي مثير. طبعا الاخوان هنا تكلموا قبل شوي، ودائما نتكلم عن التخطيط اول شيء انا مؤمن في كره القدم اللي يحقق النجاح حق الجهاز الفني والاداري والاتحاد اللاعبين. بعطيك امثله. هدوء تفضل. هدوء. اكيد طبعا. انا قلت لا حد يقاطعني. على فكره تفضل أكيد كلام تفضل شوف كمل. قاطعوني. لا، لا، لحظه أنا بقول لك كلام صح. بس لحظة. بس انت ما قلت معلومه لا الحين. حول ولا قوه. خلنا نتكلم يا هذا اخي، ما قلت لا طبيعي. حد زين يقاطعني. خلوه يكمل راشد. انا قلت لا تقاطعوني ودخلوا زين تفضل على راحتكم. تفضل كمل إيه. كمل. تفضل الآن- بالك يعقوب. مثلا السعوديه حققت كاس العالم للناشئين. كانت التخطيط في ذيك الفتره الاتحادات اقل على مستوى الانديه، الماده، عددهم. نشوف مثلا في المغرب اللي هل الاتحاد خطط ان لاعبين يحترفون؟ لا، لعبوا وبرزوا وراحوا في اوروبا. مو بكلهم. لحظه خلنا نكمل فكرتي يا جماعه، ما لا تقاطع، انا ما كملت فكرتي. اللاعب هذا اللي راح في المغرب 10 وفي الجزائر 10 وفي احنا في السعوديه اللاعب ما يروح. مثلا اعطيكم مثال، ترى في الخليج لو احنا تصور اليوم وصلنا الان 5 أو 10 لاعبين محترفين، اكيد بيكون ادائهم عالي، طموحهم عالي ويحققون بطولات. اللاعب اللي صنع الان انجازات للمغرب، اللاعبين كلهم حتى البطوله اللي في افريقيه هل يلعبون في الدوري المحلي؟ واللاعبين اللي جاوا يلعبون في المحلي مثل لاعبين الاردن هو يبي يحترف. الفرق انه في الخليج عندنا في قطر او في السعوديه او في الامارات ما يطلع، لانه ياخذ مبالغ كثيره، فيبقى نفس رتمه نفس ادائه. ونروح نلوم مثلا الاتحادات لهم، لا، اللي يصنع كل الانجازات هم اللاعبين. انجازات المغرب الان هذا الفريق اللي لعب اليوم كلهم محترفين في الدوري السعودي وفي الدوري. لكن عندنا مع الاسف نرجع نقول الاتحادات، الاتحاد مهما خطط اذا اللاعب ما يروح يحترف برا عشان يعمل فوارق ما راح ينجح. أوكي. بنقعد على نفس أوكي. تفضل انا خلصت. ما حد يتكلم عن الاتحاد. حاتم عقل اول شيء رياض. انا ما بقول لك هارد لك، انا بقول لك مبروك للاداء، مبروك للمستوى اللي قدمه المنتخب الاردني. لكن خلنا في البدايه نتكلم عن البطل المنتخب المغربي واللي شفته في المباراه. أول شيء مبروك لمنتخب المغرب، قدم مباراة كبيرة، مباراة 90 دقيقة. المباراة بتلعب على جزئيات صغيرة، يعني حتى لو كنت فايز لدقيقة 89 وباقي دقيقة وأجا فيك جول تفوت في حسابات أخرى. المدربين الاثنين قروا الفريقين مزبوط، لعبوا مباراة كبيرة اليوم، أمتعونا بصراحة، كانت مباراة حلوة. كثير كنا على الطاولة هاي نقول هذا بيلعب مدافع وهذا بيلعب مدافع، كيف بده يجي هذا بده يجيب جول ولا هذا بده يجيب جول. لا، اليوم شفنا مباراة كبيرة فيها أهداف كثيرة وفيها فرص ضايعة أكثر. اليوم المنتخب الأردني في بداية المباراة في الشوط الأول المغرب ما استغل، لما جاب الجول صار في دربكة في المنتخب الأردني، لو استغلها المنتخب المغربي كان طلع بالشوط الأول جايب هدفين أو أكثر. لكن الشوط الثاني كان شوط مدربين، شفنا كيف الفريق رجع بسرعة وسجل هدفين وتسجل عليه في آخر الوقت هدف. لكن احنا نقول هارد لك للأبطال اليوم، كانوا منتخبنا قدم مباراة كبيرة في وبطولة أكبر، وبنشكر اللاعبين بنشكر المدرب على هالمستوى اللي شفناه بلاعيبة أغلبهم محليين بيلعبوا عندنا في الدوري. المحترفين اللي معهم أو 8 أو 9 محترفين وكلهم بيلعبوا في العراق وفي العراق بس يعني. فأثلجوا صدورنا اللاعبين اليوم وكانوا على قدر المسؤولية. احنا بنقول لهم استمروا واحنا معاكم واحنا بظهركم. يعني انا متابع الشارع الاردني كله مبسوط من الاداء في خلال البطولة، يعني لعب بطولة كبيرة وبطولة مشرفة. احنا محظوظين بقيادة هاشمية ملتفة حوالين المنتخب تدعمهم. واليوم يعني لما استلم علي علوان الحذاء الذهبي سمو الامير حسين ولي العهد مال عليه وقال له اضحك ليش زعلان. يعني هاي اللقطة عجبتني اليوم. وحتى لكل اللاعبين اللي كلهم سلم عليه يقول لهم انتم ابطال انتم كويسين واحنا مطمئنين زي ما تفضلت راشد على منتخب
غايب من عنده 8 أو 9 لاعبين وبأدي الأداء هذا بوصل للنهائي. فبنقول لهم إن شاء الله بنشوفكم في القادم أفضل للمنتخب الأردني إن شاء الله. المنتخب المغربي منتخب يعرف يعني كله محترفين وثقال ولاعيبه بيعرفوا شو بيعملوا في الملعب وعندهم خبرة كبيرة في هاي البطولات. خبرة البطولات عند المنتخب الأردني بيجوز مش هاي خبرة النهائيات، بتكون هيك في عليه ضغط شوي. كان اليوم شفناه ما قدر يحافظ على التقدم، والحمد لله رب العالمين لاعيبه أبطال كانوا اليوم. طلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو نواف، اول شيء انا احب ان ابارك لاخوي احمد خليل ولدوله قطر الشقيقه باليوم الوطني الذي صادف اليوم 18 من شهر 12 من كل عام، ولا ياتي دائما بتتويج هذه العيد الوطني بتتويج. قبل سنه 2022 كان في هذا اليوم الوطني كان تتويج الارجنتين بكاس العالم، يعني العالم كلها كانت متجهه انظارها نحو قطر حول تنظيم كاس العالم بإبهار. اليوم يتوج العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، يتوج ببطل عربي ببطولة عربية المنتخب المغربي الشقيق، نبارك له البطولة. أنا في البداية يعني أقول مهما تكلمنا ومهما شكرنا ومهما قلنا عن قطر من ناحية التنظيم قد يكون ما نوفي حقها، لأن كل بطولة تعطينا بتميز مختلف، كل بطولة تبدأ مختلفة وتنتهي مختلفة بتميز عالي جدا. فبالتالي نحن فخورين ونفخر بما يتحقق على أرض قطر الشقيق من عمل رياضي احترافي بنسبة 100%. يعني اليوم بطولات الأخ راشد كان دائما يحط لنا الأرقام، فعلا البطولات التي تقام في قطر في هذه الفترة، واليوم نشاهد العالم العربي والعالم الجميع يتابع نهائي بطولة كأس العرب في قطر. نحن دائما وأبدا نقول اللي يتحقق في قطر نفخر به ونتفاخر فيه. شيء ثاني، أنا أبارك للمنتخب المغرب على الإنجاز، وهذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بعد عمل وتخطيط مسبق. قد يكون أنه في كأس العالم 2022 عندما جاء المنتخب المغربي هناك بعض الإرهاصات أن المنتخب المغربي وصل إلى المركز الرابع بطريقة أخرى، لكن بجدارة اليوم يؤكد المنتخب المغربي في كأس العرب أن المنتخب المغرب والاتحاد المغربي لكرة القدم قاعدين يبنوا بناء صحيح للكرة المغربية، بمعنى كلام حمد كده. لأول شيء للإدارة وللفنيين وللاعبين. حمد يقول ان بعض اللاعبين اغلبيه اللاعبين اللي طلعوا في هذا المنتخب الاول طلعوا من اكاديميه يا ابو نواف، من اكاديميه محمد السادس، في لوحه شرف موجوده. حمد يقول عايشين في اوروبا حشا. انا زرت اكاديميه محمد السادس، قاعدوا يشتغلوا شغل غير عادي، يشتغلوا بعمل هادي، يشتغلوا بعمل مرتب. اليوم احنا في انجاز عربي النهائي عربي، مدربين 2 عرب، اذا حطموا الارقام لاول مره ومغاربه. اكيد. يعني انت الحين تقول لي، ذبحت المدرب العربي، انت تقول لي نهايه ما علي، انت تقول لي نهايه عربي، ترى هي بطوله كاس العرب. لا يعني فريقين عربيين. انا قصدي ان المدربين يا ابو نواف، اوكي، من ناحيه المدربين احنا دائما ومغاربه نعم، يعني وطنيين. اللقطه اللي تكلم عنها الكابتن خالد، ان الكابتن طارق اول ما انتهت ما اعلن الحكم صفارته عادل ذهب مباشرة لأخوه وصديقه وابن بلده يبارك له. فبالتالي هذا يعد إنجاز وكثير إيجابي. أبارك للبطل غير متوج. تمدح المدربين الوطنيين وانت تحاربهم في عمان. رشيد في دورة الخليج ما بقى شيء ما قلته. أنا ما برد عليك الحين. شلون ما ترد؟ خليني أول شيء أعبر عما في إيه بس أنت تمدح. أنا تفاجأت عن منتخبين اليوم لعبوا النهائي ابطال، وفي نفس الوقت انت بعدين موضوع رشيد بعدين بنفتح شيء اخر. انا مدرب وطني، انت ما اشوفك تمدح. اي مدرب وطني يبقى ناجح يعني، واي حد وطني ينجح. حمد يوم تكلمت ما ردينا عليك، فخلينا نتكلم.
لو سمحت. لا رد، انا قلت لا إذا لا خلصت اسمع رد، بس انا كلامي زين يوم عليه. اخر يوم يعني انه ما هدوء ما في شيء. انا اتكلم يا ابو نواف قاعد ابارك الحين ما دخل إيه بس في محاور حلقه هو. لا ما تمدح مدرب العمان زي الوطنيين. انا امدح ما مدرب عمري عمان، شفتك من قال لك مدرب. ما امدح مدرب عمان؟ يا اخي ذبحت رشيد معانا. انت خلي رشيد بصوب، عندكم لقطات واتمنى له أطلبها التوفيق ممكن؟ ان شاء الله في مهمته في الدوري العراقي من كاس الخليج. في لقطات ابغى اطلبها. لا هذا يعقوب لا فقد. اوكي لا نفسيا ما على خلاص ما المنتخب. أوكي. الحين هو يعاني نفسيا اخر يوم اليوم بس نفسيا هو يعاني أوكي. فيه. انا ابارك لمنتخب الاردن البطل غير متوج، اوكي، لان البطل متوج بالكاس، في بطل غير متوج هو المنتخب الاردني. صحيح. اداء لاعبين مستوى عالي طيب جدا من الاداء، ارقام تحطمت في بطوله كاس العرب لما اخذ المركز الثاني ما باركت له، زعلت وحطيت كله في شو اسمه في رشيد. من انت في كاس الخليج واليوم تبارك اتكلم عن بطوله العرب. لا اقول ليش. لا خلاص قلت لك يا عقوب لما اشوفه يمدح المدربين انا استغرب ما حدث في الخليج. لما يبارك للمركز الثاني اقول ليه ما بارك لعمان المركز الثاني في الخليج. عمان مركز ثاني 4 مرات الحين ماخذ المركز الثاني، ما يعتبر انجاز؟ هذا الاردن اليوم بطل غير متوج. انا قاعد ابارك للمنتخب. كلام خليجي خليك شوي. لا طب انا عايز اقول لك حاجه، ده قال حاجه غريبه دلوقتي جدا. لا مش غريبه. لا والله قال لك لعيبه المغرب، اللعيبه عندنا ما بيطلعوش بره، لعيبه المغرب بيلعبوا في الدوري السعودي. طب ما انت لعيبتكم كلها في الدوري السعودي، في الدوريات يعني الدوري السعودي اقوى دوري عربي. يا اخي اما لعيبتك بتلعب في اقوى دوري عربي. بس كابتن خالد في نقطه قالها كما شفنا الخوت المنتخب المغربي بقيادة طارق سكيتيوي تتوج اليوم بلقب كأس العرب قطر 2025 من بعد مباراة ماراثونية، مباراة في المستوى. بحال هاد المباريات هما اللي تستحقوا يكونوا يعني مباريات ديال النهائي. منتخب مغربي قوي، منتخب أردني قوي حتى هو تبارك الله، يعني منتخب رائع بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي. يعني جوج مغاربة مدربين مغاربة كانوا في الفينال، والمنتخب المغربي تتوج بقيادة طارق سكيتيوي، وهذه أول مرة تيفوز سكيتيوي على السلامي. يعني كان ديما السلامي هو اللي تيتفوق على سكيتيوي. اليوم سكيتيوي حمر لنا وجهنا وجاب اللقب يعني ضد المدرب السلامي. بالنسبة لطارق سكيتيوي اخوتي راه درب تقريبا كاع الفئات العمرية في المنتخبات المغربية وحقق معهم ألقاب، حقق نتائج مزيانة، وتنتمنوا ان شاء الله علاش لا نشوفوه مع المنتخب الأول ان شاء الله في يوم من الأيام. بطبيعة الحال دابا المنتخب الاول راه عارفين مع الركراكي، وتنتمناو لهم التوفيق في كاس افريقيا اللي كاينه في بلادنا. بغينا الكاس يبقى في البلاد ان شاء الله من بعد هادشي اللي درنا كامل وهاد الانجازات. دابا بقى تقريبا وليد الركراكي هو اللي باقي ما خداش شي لقب، تنتمناو ياخذوا ان شاء الله في البلاد ومع المنتخب الاول. خوتي الاعزاء تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.